اه يعني يا ابني عيب يا ابني، الرجاله تتبهدل من الحب يا ابني، مفيش رجاله بتعيط. مش هينفع، مش هينفع اسيبها يا عم، مش عارفه انام من امبارح. حكيت لي حكايه بنت كلب مش طالعه من دماغي، دماغي وجعاني. المصيبه ان انا عبال ما صحيت من النوم الصبح فوقت هي كانت قايله ايه بالليل، انا اصلا كنت مسقط مش شايف قدامي وانا بتكلم معاها، عمال اعيد في الكلام مش مستوعب اللي هي قالته. هي فاكره اني ممكن اسيبها عشان الحوار ده؟ أم، موضوع ايه؟ اه صح، على فكرة هي قايلة كلام ياما أوي على صفحتها، مش عارفة تحكي لي، هي حصل لها اغتصاب باين أو حاجة كده. اه يا دين أم الصفحة التانية دي، وربنا لا أقفله لها كل صفحاتها عشان ما تتكلمش عليها تاني. مم. بتحصل في أحسن العائلات يا باشا، وارد عادي. انت ايه مش تفوق لمراتك وبنتك؟ لا انا عايزة، مش عارف، مش مرتاح، مش عارفة اقعد كده. بسيطة اتجوزها. مش بالسهل كده، مش عارف، حاسه ان الموضوع صعب. انا ما صدقت لينت دماغها وخليتها تبطل في موضوع سترونج اندبندنت وومن وتفكر في الرجاله انها بتحب، وخليتها تتعلق بيا قوي. جميل، اتجوزها بقى. ومراتي اعمل ايه؟ شفتي وصلتي بيا الفين، غصب عني جرحت اتنين. يا عم يوري مرقدي. نعم. انجز. طب اعمل ايه طيب؟ روح تقدم لها زي ما تقدمت اللي قبلها، وانا حابب يعني تقعد تعيط؟ تتربا تتتتا تتربا تتتتا. ايه الاخبار؟ الفيديوهات عملت فيوز قد ايه؟ محمود. يا نهار ازرق، طب ما عينيك حمرا كده ليه؟ عينيك حمرا كده ليه؟ انت كنت بتعيط ولا ايه؟ حاجه زعلتك تاني؟ انا عارفك على طول زعلان، بس ايه اللي جد جديد؟ مم. من الفولور؟ الفولور. يا لهوي على الفولور اللي تعبت لنا اعصابنا دي، تعبت لنا اعصابنا كلنا على فكرة. احنا كلنا كمقدمين محتوى معاك عندنا ازمة بصراحة. باشا هو كلمة توقعك وكلمة تجيبك وكلمة توديك. اخرس يا محمود عشان ما اديكش في وشك. هو انت انا اللي ماما احمد ضربه في دماغه وحسام رحت معوره في وشه؟ ايه؟ ايه؟ عيب كده. هو ايه اللي ولعه اصلا؟ متوجعوش دماغنا بقى. انا عايزه احكي في ايه؟ هي مين دي اللي عايزه؟ اه قال الفولورز صح. طب انا دلوقتي عايزه اطمن على المشاهدات، فلوسي فين؟ يوه بقى، وده اللي قاعد بيفكر في الفلوس؟ ماليش دعوه على فكره، انا اشتكيت لها ان انت ما بتديناش فلوس وبتطلعنا معاك كده. اسمي كافي ان هو يطلع معاكم، اسمي لوحده زي النار على العلم، اسمي لوحده كفايه. مش مهم اسمك، اعمل ايه باسمك؟ انا عايز فلوس. هي بتحبني من غير فلوس، بتتفرج عليا من غير فلوس، بتتابعني من غير فلوس، بتهتم بيا من غير فلوس. بص شايف، يا ريتك تعمل ربعها عشان احبك واتجوزك زيها. لا انا كده هيبقى سمعتي في الارض. اوعى كده لو سمحت، اقفل لنا الباب ده. بقولك ايه، انا مش كنت في الفيديو بعمل ايه؟ تقريبا اتخانقت معاه وقفلت البتاع حواليه، قفلت المكان عليه صح؟ اه. طب حلو، احب احبسك هنا لحد ما تجيب لي فلوسي؟ ماليش دعوه، انا هعتصم، اروح اشتكي لها واقول لها ان انت ما بتدينيش فلوسي وهطيرها من حياتك. بقول لك ايه، اقول لها اكلمها اقول لها الولد ده بخيل وما بيصرفش على مراته ومطلع دينها في المصاريف،
ما تقلقش، قالت لي انها اصلا مش عايزه مني حاجه. ده قالت لي حتى ان هي اللي هتجيب الشقه ليها باسمها، عشان لو فكرت ارميها براها. هي اللي هتجيب الشقه وهتجيبها وتكتبها، هتكتبها باسمها. حلو ده. ومش عايزه مني اي فلوس، وهي اللي هتصرف على نفسها. الله، عروسه لقطه، انا عايز من ده. ما عندهاش اخوات؟ هي هتعمل كل ده عشان تقريبا احتمال هي مش محتاجة غير فخامة الاسم تكفي. هي عندها مشكلة انها ممكن ما تعرفش تتجوز او تخلف، عندها مشكلة بس. باد نيوز. طب يا مان، انت ايه رأيك؟ هتكمل ولا ايه؟ مش هينفع اسيبها ازاي بعد اللي حكيته؟ عايز اطلع مش راجل يعني؟ انت هتقولي المواقف الرجولية دي مفيش اجدع منك يتدخل فيها، وهي كلمتك مخصوص عشان عارفة ده. مش فاهم انا، بوليس البلد كان فين وكذا واحد بيغتصبوها؟ انا مش فاهم يعني ايه تقعد 4 ايام ملط من غير اكل ولا شرب في مكان مخطوبة فيه. وامن دولة ايه اللي قاعد مراقبنا ال 24 ساعة وشايفنا ده؟ يعني ايه؟ مش فاهم انا ازاي اصلا ده حصل، مش فاهم. بتقول حصل امتى؟ في 2013. ده كان وقت القلق والجيش والكلام ده. برضه حتى لو يعني ايه جيش البلد يسيب بنت تغتصبها ب4 ايام؟ بتقول ابوها كان في قوات الدفاع الجوي 10 سنين وخارج قدوة حسنة. مفيش تبين ان باباها هو العريف اللي ضرب كل قواعد اسرائيل قبل كده. وسابوها كده. دي عالم واطي يا جدع. انا قلت من الاول، انا من جايتي البلد دي انا شقم على دماغي. يا عم حد قال لك اقعد في مصر؟ مش كنت قاعد في اليونان؟ روح ارجع اليونان، خدها وسافر هناك. البنات هي مقضيانها ومليطه، انا ناقص تروح تنحرف لي هناك. لا بس هي جدع، لو كنت عايز تنحرف كنت حرف في مصر. بس اتجوزها واعتقها لله. نقعد فين بقى؟ هي مش عايزه تقعد في مصر. حلو، خدها وسافر بره. انت لما بتروح تركيا بتبقى مرتاح، نفسيتك بتبقى هاديه، قاعد وسط التراكوة كده باشا، وهم حواليك باشوات، ونفسيتهم مرتاحة وصافية، وانت نفسيتك مرتاحة وصافية، ومحدش مفيش ضغائن بين حد والتاني. بتيجي مصر تملنا كآبة وحزن، والناس بتكرهني وناس عايزة تأذيني وقصص. خليك في مصر، خليك في تركيا. لو هم صافين لك وانت صافين لهم، خدها وقعد في تركيا. هي بتقول اصلا عايزة اسافر تركيا، بتقول عايزة تنزل جد على الجنسية المصرية اصلا، احسن برضه. مش عندك عرق تركي؟ روح اتجوزها هناك. والله البنت دي جدعة اوي، بجد جدعة اوي. عشان هتتجوزك من غير فلوس يعني؟ لا هي اصلا جدعة قوي. مش معنى بتقول كده ليه؟ اخلاقها عالية وصبها حلو وشخصيتها جميلة، شكلها زي القمر. حرام اللي حصل فيها ده يا قلبك. طب ما تروح تطيب مشاعرها دي لحسن. هي كانت ناقص تقولك مكتوب على وشي بحب، يعني هي كانت ناقص تكتب لك في التعليقات انا بحبك وعايزة اتجوزك. كلنا انتبهنا ان دي حاجة غلط، وده ما بيحصلش كتير من البنات. ده كانت اكتر حد مشاعره منفعلة فيه. كمل معاها. خايف اخسرها ووجع مشاعرها. لا، طالما بتحبها وهتعملها كويس، تخسر مشاعرها ليه او تكسرها ليه؟ مش عارف، اخاف تسيبني. لا هي غالبا ممكن تسيب الدنيا كلها ولا انها تسيبك. صعب. في حاجة حلوة جواها، اطمن.